السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتر عبادة تقربك من ربك وتجعل دعاءك مستجابا، يا ترى إيه هي؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام للرجال وللنساء عبادة جميلة وعظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، تقربك جدا من ربنا وتقربك من ربنا وتجعل دعاءكم مستجابا. يا ترى ايه هي؟ قيام الليل بكل بساطة وبأبسط صورها بفضل الله سبحانه وتعالى. مش هقول لك لازم، ومش هقول لك لازم تصلوا 11 ركعة، ومش هقول لكم لازم تصلوا قيام الليل بسورة البقرة أو آل عمران، ولو نذر يسير جدا بفضل الله من القراءة. يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ركعتين في جوف الليل، لو ركعتين في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت المبارك الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي ويقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. الله أكبر، ما شاء الله. الناس نايمة وحضرتك واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى في خشوع وخضوع وذل وسكينة واستكانة، بتسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. لو مش حافظ ولو مش حافظ قرآن، امسكوا المصحف، ما فيش مشكلة في صلاة النافلة بفضل الله سبحانه وتعالى. لو مش قادرين تقفوا على رجليكم، اقعدوا على كرسي أو اقعدوا على الأرض واسجدوا على الأرض، ما فيش أي مشكلة خالص، دي نافلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأمر يسير جدا والدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ربنا وفقك لقيام الليل فأبشروا، فوالله ثم والله الله عز وجل لا يوفق للقيام في هذه الساعة بين يديه إلا من أحبه الله. فدي علامة على إن ربنا بيحبكم. قال أحد السلف لشيخه: يا شيخي، إني أحب الله عز وجل، فكيف أعلم أن الله عز وجل يحبني؟ قال له: يا بني، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. تخيلوا حضرتكم، الناس في ذلك الوقت إلا من رحم الله، ما بين نائم وما بين عاص، ما بين واحد نايم وما بين واحد سهران طول الليل على المعاصي، وأنتم يقيمكم الله عز وجل بين يديه، تقفون تصلون وتقرؤون القرآن وتبكون بين يديه وتسألونه من خير الدنيا والآخرة. دي أكتر عبادة تقربكم من ربنا سبحانه وتعالى. واسجد واقترب، الله أكبر، والدعاء يكون مستجابا، لأن الله عز وجل في تلك اللحظات يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فأبشروا بكل خير، وعليكم بقيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد، وقربة إلى الله عز وجل، وتكفير للسيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل قالها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وقال له: واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.